يومي النهارده بدأ كالعادة. طبعا نزلت حلبت وجبت اللبن غليته وحضرت الفطار وفطرنا. رحت كنست عند البط عشان المكان ما كانش احسن حاجه. حطيت لهم ميه وحطيت لهم اكل، بس كانوا طبعا من بدري زي ما انتوا شايفين كده. طلعت الحاجات دي من التلاجة علشان اطبخها النهارده. فراخ وفراخ بلدي، دي فراخ بيضه ودي فراخ بلدي، الاتنين بربيهم في البيت. حطيت الحله، حطيت فيها توم وورق لورا وسبتها غلت. اول ما غلت رحت نازله بالفراخ والفراخ البلدي والفراخ البيضاء. كنت عامله تقليه، حطيت البطاطس، صينيه بطاطس في الفرن. بعد ما خلصت طبيخ كان البوتاجاز مش انضف حاجه، قلت بقى اغسله كده غسله سريعه. عايزه اغسله بالمنظف اللي قلت لكم عليه ده، تبع شركه معينه، ولو طلع حلو هعمل لكم فيديو عنه. بس مسحته كده مسحه سريعه قبل الاكل. بحب يعني بعد ما بخلص طبيخ على طول بمسحه كده بسرعه. ركبت الحوامل، الرخامه برضو بالمره. الرخامه دي بحبها فاضيه على طول، عشان لو معايا اي حاجه اعملها او الاكل وكده تبقى فاضيه ورايا ارص اللي انا عايزاه. برضو مسحه سريعه. حضرت بقى الاكل. كنت عامله باميه خضراء، صينيه البطاطس كانت لسه في الفرن. كنت عامله مكرونه وفراخ. بس كده بقى بعد الغدا غسلت المواعين وشطبت المطبخ وعملت الشاي. كده بقى الراحه النفسيه. كان عندي غسيل لميته. حبينا بقى بالليل، ما كانش العيال عايزين يتعشوا ولا حاجه، فقلنا ناكلوا فاكهه. لو الفيديو عجبكم اشتركوا في القناه.